وفي الوقت ده الشياطين بيحاصروا ميرا وزوي وبيكونوا على وشك انهم يقتلوهم. ولما رومي بتشوف اللي حصل ده بتجري بسرعة وبتهاجمهم بالسيف بتاعها، وبتقدر انها تحرر ميرا وزوي على اخر لحظة، وبيتحدوا هما التلاتة مع بعض وبيقتلوا الشياطين بكل مهارة، وفعلا بيقدروا انهم يخلصوا عليهم. وبمجرد ما المعركة بتنتهي في راجل عجوز بيجي يزعق مع رومي واصدقائها، وده لانهم موجودين في حمام عمومي لكن للرجال فقط، فبتتوتر رومي هي واصدقائها وبيخرجوا بسرعة من الحمام. اما الراجل العجوز فبيرجع يقعد في مكانه من تاني، وفي الوقت ده في شيطان بيظهر من وراه وبيسرق روحه، وبنرجع تاني لجينو وبنشوفه هو ماشي لوحده في الشارع واللي بيفضل يفكر في رومي وازاي هي محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وفجأة جينو بيحس بإحساس غريب وبيلاحظ ان النقوش اللي موجودة على دراعه بدأت تنور، وفي اللحظة دي جينو بيتسحب وبيقع في عالم الشياطين، وبيشوف أصدقائه هما واقفين وسط جمهور كبير من الشياطين اللي بيفرحوا لما بيلاحظوا وجود روح طايرة في السماء، واللي بمجرد ما بتوصل لكيما بيبدأ انه يتكلم مع جينو وبيقوله انه ما كانش متخيل ان خطته ممكن تنجح بالشكل ده. فبيعرفوا جينو ان دي كانت البداية مش اكتر، وبيوعده انه هيسرق ليه ارواح كتير بمجرد ما يرجع يكمل مهمته. لكن وقتها كيما ما بيهتمش بكلامه ولا بالارواح، وبيعرفوا ان في واحدة من المحاربات عندها النقوش بتاعته لكن للأسف مش قادر يسيطر عليها. فبيقول له جينو ان المحاربة دي بتحاول تخفي سر معين، وبيفهمه انه بمجرد ما هيعرف السر ده هيستخدمه علشان يقضي بيه على المحاربات للأبد.